بس هي احلى واحده لما اتخانقت انا وكابتن سيد. ايه بقى؟ كان ضحك بقى. ايه؟ احنا متنرفزين بقى، هو يقول لي مش عارف ايه وانا اقول له مش عارف ايه، وانا بعد كده انا عارف هو بيخاف من ايه. فراح قايل له ازاي حزب الله ولا انت كمان عارف الموضوع ده؟ راح ماشي ورا يقول لي ازاي يا ابني خلاص. احنا كنا بنتخانق قبلها بدقيقه يا ابني خلاص. هي كانت شتيمه، هو يقول كده فانا اقول له طب معلش انا اسف. والله العظيم يمشي ورايا طب خلاص. طب عايزك سؤال، انت خد بالك 12 في الوسط كله موضوع حسبي الله ونعم الوكيل ده انه بيجيب معاه. يا نهار اسود. معرفش لا طبعا بترعب. ها؟ بيترعب بقول لك بنشتم بعض. بيمشي ورا بعدها بدقيقه طب انا اسف. ليه الموضوع بيفرق معاك قوي كده؟ لا انا عندي قناعه من وانا صغير ان انا ما بحبش الحسبان عامه، يعني انا ما بحبش اتحاسبن على حد ولا حد يتحاسبن عليا، يعني الحاجه دي. وبرضه ايه ان انا اشكر في حد او حد يشكر. انا عامه يعني ممكن اشوف بركات قبل الماتش في حاجه او بنتكلم فاقول له ما شاء الله ما شاء الله. هم بقى كانوا بيتعمدوا ان ما يقولوش بقى. لا يا باشا معايا انا بقى يعني ده مثلا كان بيسلط عليا اي باك ليفت موجود في النادي يقول له روح اقعد جنبه اقعد جنبه اقعد جنبه اقعد بص له قبل الماتش كده اقعد ركز. شوف هو بيعمل ايه. ايوه والله. كان في ميزه يا كابتن لما كنا بنتخانق بس بعد الماتش ما بيخلص خلص بقى خلاص خلصت مع كل حاجه خلاص. احنا رحنا المنتخب بعدها مع بعض قعدنا نهزر ونضحك معسكر المنتخب بجد والله كنا بنتخانق بس رحت المعسكر بقى خلاص.